السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبتلكوا وصفه سهله وسريعه جدا للشعر، للناس اللي شعرها بيقع بطريقه فظيعه والناس اللي شعرها ما بيطولش. وصفه مش هتكلفك اكتر من 30 جنيه. وصفه سهله وسريعه جدا ومفيده. معانا عشبة الروزماري، طبعا كلنا عارفينها ازاي زيت الروزماري مفيد للشعر. احنا هنجيب العشبة بتاعته. معانا كوبايتين ميه هنحطهم في طاسة او كسرونة على النار، وهننزل فيها عشبة الروزماري. وهنجيب معانا قرنفل حوالي ب5 جنيه قرنفل، وهنحطهم على الروزماري في نفس الحلة على النار. بس ما نكترش القرنفل، يعني هيبقى عبارة معلقة كبيرة بالظبط هنحطوها على 3-4 معالق من عشبة الروزماري. ومعانا 5-6 ورقات لوري، طبعا موجود في كل بيت. اللوري هنحطه برضو على الروزماري وعلى القرنفل، وهننزل بيهم في المية. ومعانا معلقة واحدة او معلقة ونص حلبة حصى، هنغسلها كويس وهننزل بيها على الاعشاب بتاعتنا اللي احنا حطيناها، وهنقلبهم كلك بالمعلقة ونسيبهم على النار. بس نغطيها بغطا يكون محكم مفيهوش اي تهوية، عشان خاطر الزيوت اللي الاعشاب هتنزلها معانا تفضل معانا في الحلة، ما تطيرش في الهواء وما تتبخرش مننا. احنا اهم حاجة عايزين الزيوت تنزل معانا في المية كلها. هنغطيها ونسيبها حوالي دقيقتين بالظبط تغلي معانا. وكده بعد ما غليناها وسبناها، وهنغطيها وهنسيبها يوم كامل متغطية قبل ما نصفيها. يعني لو عملتيها الصبح هتسيبيها تصفيها بالليل، عملتيها بالليل هتسيبها للصبح تصفيها. وبعد كده بنصفيها، شايفين المية بقت لونها ازاي؟ كل الزيوت نزلت من الاعشاب. هنصفيها بمصفى، ونكون محضرين عندنا بخاخة تكون نضيفة وغسلينها، ونفضي المية بتاعتنا بالزيوت اللي نزلت في البخاخة زي ما انتوا شايفين كده. ونبدأ نرش بيها الشعر كل يوم يوميا، الصبح بالليل. كل ما تسرحي شعرك ترشي بيها ان شاء الله، ومفيش ولا اي شعر هتقع منك.